عم محمد رجل بسيط. في يوم كان قاعد مع مراته نبوية، قاعد بيشرب الشاي ومبسوط. فمرة واحدة وبدون أي مقدمات بصلها وقال لها إنه عايز يتجوز. نبوية ضحكت وخدت الموضوع على إنه هزار. صحيت تاني يوم الصبح لقت إن عم محمد متجوز 3 مرة واحدة. نبوية اتضايقت جدا، لكن الحقيقة إنها ما خدتش أي رد فعل، لأنها عارفة اللي بيمر بيه عم محمد. ومعداش يومين وكان مطلقهم تاني ورجع قعد مع نبوية نفس القعدة زي الأول. القصة دي شكلها هزار، بس الحقيقة إن في ناس حياتهم كلها كده، قرارات مفاجئة، مشاعر متقلبة، طاقة فوق السحاب يوم وحزن شديد يوم تاني. ده بالظبط اللي هنتكلم عنه النهاردة، اضطراب ثنائي القطب أو bipolar disorder. عمرك حسيت إن مشاعرك بتتقلب 180 درجة من غير سبب واضح؟ يوم تكون حاسس إنك قادر تغير العالم، دماغك مليانة أفكار، طاقة ونشاط، واليوم اللي بعده نفس الشخص ونفس المكان بس فجأة كل حاجة تبقى تقيلة، حتى إنك تقوم من على السرير يبقى إنجاز بالنسبة لك. تخيل المشاعر دي مش مجرد يوم وعدى، لكن دورة متكررة في حياتك، مرة فوق قوي ومرة تحت قوي. دي مش مجرد تقلبات مزاجية عادية، ده اضطراب نفسي اسمه اضطراب ثنائي القطب، أو زي ما بعض الناس بتسميه الهوس الاكتئابي. هو حالة بتأثر على المزاج والتفكير. الشخص اللي عنده الاضطراب ده بيعدي في فترات أو نوبات. النوبات دي ممكن تكون هوس، يكون فيها نشاط زايد وأفكار كتيرة وسريعة ونوم قليل واندفاع في القرارات، وكمان بيتبعها اكتئاب. الاكتئاب ده بيكون فيه حزن عميق وفقدان اهتمام، إرهاق وأفكار سوداوية في بعض الأحيان. المفتاح هنا إن دي مش تقلبات مزاج عادية زي ما بتحصل لأي حد فينا. النوبات دي قوية لدرجة إنها ممكن تغير حياة شخص بالكامل، علاقاته وشغله حتى صورته عن نفسه. إحصائيا اضطراب ثنائي القطب بيصيب حوالي 1% من سكان العالم. يعني لو بصيت حواليك في أي مكان في 100 شخص غالبا واحد منهم بيعاني منه. لكن للأسف ناس كتير ما بتاخدش الموضوع بجدية، وبتشوف الشخص اللي بيعاني منه على إنه درايفاتي أو مزاجه متقلب، من غير ما يعرفوا قد إيه اللي بيحصل جواه مؤلم وصعب. النهارده هنغوص في عالم اضطراب ثنائي القطب، هنحاول نفهمه بعيد عن الأحكام، هنفهم أنواعه وأعراضه بالتفصيل، أسبابه وليه بيحصل، إزاي بيأثر على حياة الشخص وعلاقاته، واهم حاجه ازاي الشخص يقدر يتعالج ويتعايش معاه ويعيش حياه متوازنه. الفكره مش بس اننا نتعلم معلومه جديده، لكن كمان نحس باللي حوالينا، لان الفهم هو اول خطوه في العلاج. يلا بينا نبدا ونكشف الستار عن واحد من اكتر الاضطرابات النفسيه تعقيدا، اضطراب ثنائي القطب. اضطراب ثنائي القطب مش نوع واحد زي ما ناس كتير فاكرة. الحقيقة ان في انواع مختلفة وكل نوع بيظهر بشكل مميز ليه. النوع الاول بايبولار 1، ده اشهر الانواع. الشخص هنا بيعدي فترات هوس قوية تستمر ايام او اسابيع، بيكون هوس كامل، ممكن توصل لدرجة انها تحتاج تدخل طبي او دخول مستشفى. في المرحلة دي الشخص بيتكلم بسرعة، دماغه مليانة افكار، ممكن يعمل تصرفات اندفاعية خطيرة زي صرف فلوس كتير او الدخول في مشاريع غير محسوبة، وبعدها غالبا بيعدي بفترة اكتئاب شديدة. والنوع الثاني بايبولار 2، بيكون فيه هوس خفيف او هايبومينيا، بيكون اهدى شوية من النوع الاول. النوبات هنا بتكون هوس خفيف، نشاط عالي بس مش لدرجة الهوس الكامل. الشخص هنا بيكون منتج جدا وتصرفاته تحت السيطرة. بعدها بيجي اكتئاب طويل وقوي، وده بيكون اصعب حاجة في النوع ده. في كمان اضطراب المزاج الدوري او سايكلوثايميك ديس اوردر، ده بيكون شكل مزمن واخف. الشخص بيعيش لفترة طويلة، سنين او اكتر، بين موجات من المزاج العالي والمزاج المنخفض، لكنه بيكون خفيف. الحياة هنا شكلها عادي من بره، لكن من جوه الشخص عايش في تقلب مستمر. وفي كمان حالات بتحصل بسبب دواء او حالة طبية زي مشاكل في الغدة الدرقية، ودي بنسميها اضطراب ثنائي القطب الناتج عن سبب عضوي. كل نوع من دول محتاج تشخيص دقيق، لان العلاج بيختلف من حالة للتانية، ودي خطوة مهمة قبل ما نتكلم عن الاعراض بالتفصيل عشان نفهم احنا بنتعامل مع ايه. اضطراب ثنائي القطب هو رحلة بين طرفين متناقضين، الهوس والاكتئاب. الهوس مش مجرد فرحة عادية، الشخص بينام قليل جدا وبيكون مليان طاقة، دماغه شغالة بسرعة رهيبة، أفكار فوق أفكار، بيتكلم بسرعة لدرجة إن اللي حواليه ما يلحقوش يفهموه. ثقة بنفسه بتعلى بشكل مبالغ فيه، ممكن يحس إنه قادر يعمل أي حاجة، يتصرف باندفاع ويصرف فلوس كتير، وكمان مخاطر بدون تفكير. كمان ممكن يدخل في علاقات جديدة زي عم محمد اللي اتكلمنا عنه في أول الفيديو. وهشوف واحدة تانية اتجوزها. طب تبقى جدع بقى، طب تبقى جدع لو اتجوزت واحدة تانية. أنا هو أنت كنت لازم تفطسها لك.
اتكلم تتجوز هتلاقي ضفري. ولكن بعد القمة بيجي القاع، بعد كده بيدخل في الاكتئاب، بيحس بفقدان تام للأهمية بالحياة، إحساس عميق بالذنب وانعدام القيمة، نوم كتير أو أرق شديد، وأحيانا أفكار انتحارية. وفي بعض الأحيان الشخص بيحس بطاقة عالية أو غضب أو حزن في نفس الوقت، وده من أخطر المراحل لأنه ممكن يؤدي لسلوكيات خطيرة. معرفة الأعراض دي بدري بتساعد الشخص يطلب المساعدة قبل ما النوبات تكبر وتتحول لأزمة في حياته. اضطراب ثنائي القطب مش اختيار ولا ضعف شخصية، العلم بيقول إنه نتيجة خليط من عوامل زي الوراثة وكيمياء الدماغ وكمان عوامل بيئية. أول حاجة العامل الوراثي، البحث العلمي بيقول إن اضطراب ثنائي القطب ممكن يجري في العيلة لو في حد من العيلة من الدرجة الأولى زي الأب أو الأم عنده الاضطراب، احتمالية إصابة الشخص بتزيد من 4 ل 6 مرات مقارنة بباقي الناس. لكن ده مش معناه إن كل شخص عنده قريب مريض لازم يصاب، الجينات بتزود الاحتمالية بس لكنها مش السبب الوحيد. كمان في عوامل بسبب كيمياء الدماغ، علماء المخ والأعصاب اكتشفوا إن في تغيرات في طريقة عمل بعض المواد الكيميائية في الدماغ عند الأشخاص المصابين بثنائي القطب. الناقلات العصبية زي الدوبامين والسيروتونين ممكن تكون غير متوازنة، الدوبامين مرتبط بالشعور بالمكافأة والسعادة والتحفيز، وزيادته ممكن تسبب أعراض الهوس. نقص السيروتونين مرتبط بالحزن والاكتئاب، يعني الدماغ نفسه بيكون عنده خلل في نظام الفرامل والبنزين، وده اللي بيخلي المزاج يتقلب بشكل حاد. كمان في العوامل النفسية والبيئية، حتى لو عندك استعداد وراثي غالبا لازم يحتاج مفتاح يفتح الباب. المفتاح ده بيكون تجربة ضغطة زي وفاة شخص قريب منك أو صدمة عاطفية كبيرة، ضغوط شديدة في الشغل أو الدراسة، تعاطي مخدرات أو كحول، واضطرابات في النوم لفترة طويلة. الحاجات دي بتلعب دور كبير في تحفيز أول نوبة من الاضطراب، خصوصا في سن المراهقة أو بداية العشرينات، هو السن اللي غالبا بيظهر فيه المرض. كمان في عوامل بتزود فرص الإصابة زي تاريخ عائلي بالأمراض النفسية أو صدمات الطفولة والإهمال العاطفي، تغيرات هرمونية كبيرة زي فترة ما بعد الولادة عند بعض السيدات. فهم الأسباب دي مش عشان نبرر، لكن عشان نعرف إن اللي بيحصل للشخص ده مش بإيده وإنه يستحق الدعم مش اللوم. اضطراب ثنائي القطب مش بيأثر على الشخص بس، ده بيأثر على كل اللي حواليه. في الحياة اليومية في الهوس الشخص يبقى نشيط جدا لدرجة إنه ممكن يهلك طاقته وجسمه، وفي الاكتئاب بيلاقي صعوبة كبيرة في إنه يقوم من على السرير أو يروح شغله. في العلاقات ممكن يتخانق مع الناس أو ياخد قرارات اندفاعية، وكمان في الاكتئاب بيبعد عن الكل ويعزل نفسه، وده بيخلي العلاقات صعبة على الناس واللي حواليه، حتى شريك حياته مبقاش فاهم اللي بيحصل. وكمان في الشغل بيكون عنده إنتاجية عالية جدا في فترة الهوس، وبيكون في تراجع شديد أو غياب في فترة الاكتئاب، وده ممكن يخلي الشخص يفقد شغله أو فرص كتير منه. أكبر تحدي بيكون إحساس الشخص بنفسه، جلد الذات بعد كل نوبات الهوس، والشعور بعدم القيمة في الاكتئاب. الخبر الحلو إن اضطراب ثنائي القطب ممكن يتدارى ويتعالج. العلاج الدوائي بيكون مثبتات المزاج زي الليثيوم، ومضادات الذهان أو الأنتي سايكوتيك دراج للنوبات الشديدة، ومضادات الاكتئاب، ولازم الجرعة تكون تحت استشارة طبية. وكمان في العلاج النفسي، العلاج السلوكي المعرفي عشان الشخص يعرف العلامات المبكرة ويتحكم في أفكاره، ولازم العلاج يشارك فيه العيلة عشان يفهموا الحالة ويدعموا الشخص صح. تنظيم النوم والنظام اليومي، وكمان الدعم الاجتماعي، وجود أصدقاء وعيلة فاهمين بيساعد الشخص يكمل العلاج ويواجه النوبات. اضطراب ثنائي القطب مش نهاية القصة، ملايين من الناس حول العالم بيتعايشوا معاه، وناس كتير نجحت وأبدعت رغم وجوده. المفتاح هو الوعي والمتابعة مع دكتور، وكمان الدعم النفسي، والأهم إن الشخص يعرف إن كل نوبة هي فرصة لفهم نفسه أكتر وبناء حياة أكتر توازن وسلام. خلينا نفتكر دايما إن ورا كل فكرة، ورا كل مرض، ورا كل ألم في قصة تستحق تتسمع ونور مستني يبان. وده كان ما وراء فكرة اضطراب ثنائي القطب.